السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم يوسف وحيد. النهاردة هنتكلم عن ازاي تعمل اسكيب. طيب، في ناس كتير قوي بتكلمتني وعايزة تعرف انت تعمل الاسكيبات ازاي. او انا خلاص شفت الحلقة اللي فاتت وشفت حلقاتك كلها وتمام، وعملت جهزت الاضاءة وجهزت التربة وجهزت الفلترة وكل حاجة، بس انا مش عارف استخدم ايه. انا جبت صور وجبت بس مش عارف ابدا ازاي. فالنهارده احنا جايين على الكنبه والترابيزه، وهنبدا ان احنا نجيب ورقه وقلم وتيجي معايا نبص نشوف الحاجات ديت بتتعمل ازاي. يلا بينا، يلا. طيب دلوقتي ايه؟ هنبدا بسم الله. ده كده الحوض بتاعنا. خلاص. ده طول انا هعتبر ان دي الواجهه، ماشي، الاماميه. المفروض ان هنا كده الحته المظلله اللي قدام دي كلها ارتفاع التربة عندنا. هنفترض مثلا ان هو 5 سنتي. خلاص. والحوض هنعتبره ان هو 45 سنتي الارتفاع بتاعه. العرض بتاعه مثلا هنعتبره ان هو 90 سنتي. كويس كده. باجي انا اختار او اجي اعمل الاسكيب ليه كذا يعني شكل. المفروض ان انا بخطط خطوط وهمية كده في دماغي اهي. الخطوط الوهمية حاول نقرب الكاميرا شوية. قلنا كده واضحة دي الخطوط الوهمية تمام. قسمنا الحوض لتلات تلات، ادي تلت التاني التالت، ومن فوق تلت التاني التالت. لما اجي بقى بحط السكيب بتاعي، لو انا هستخدم شجرة كبيرة او صخرة كبيرة، ببدأ ان انا احطها على الخط ده هنا كده، ماشي. وتكون الراس بتاعتها هنا، الراس بتاعتها تكون هنا، او اوسطن الراس على الزائد او العلامه الزائد اللي هنا تكون الراس بتاعتها هنا. ده لو انا هعمل الاسكيب ناحيه الشمال. لو هعمله ناحيه اليمين هتبقى هنا. خلاص كده. طيب يبقى هنا النقطه الرئيسيه بتاعتي، ماشي، البوينت العريضه اللي انا عايز اوضحها. طيب بالنسبه بقى للجزء ده، الجزء ده كده ده بيكون ممر للرملة. ممكن اعمل واحد تاني الناحية دي. خلاص. ماشي. برضو هنا لو انا هعمل الاسكيب الناحية دي، ممكن بعد ما اخلص بقية رص الصخور بتاعي او رص الخشب بتاعي، بشوف هعمل ممر الرملة فين. طب انا دلوقتي بشرح لك الاساسيات اللي المفروض تكون في دماغك بس. خلاص كده. يبقى القطعة الخشبة او الصخرة بتاعتي هتبقى الرئيسية هنا كده اهي. تمام. وبحط القطعة بقى اللي اصغر منها، تمام، هنا كده جنبيها في الحتة وبحط واحدة تانية عند ايه التقاطع اللي احنا شرحناه هنا. لو افترضنا ان هنا في، كده صليبة هنا، وهنا في صليبة، وهنا في صليبة، وهنا في صليبة، اللي هما فارقين الاربع، التلت والتلت 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 والتلت. خلاص. يبقى انا القطعة بتاعتي لو انا بدأت هنا احط هنا القطعة الاخيرة، تمام، وتحتيها او ما بينهم القطعة الوسط. يبقى دي القطعة الرئيسية، دي القطعة الوسطى، ودي القطعة الأخيرة خالص. دول التلاتة الرئيسيين عندي. يبقى أنا السكيب بتاعي علشان بعمله بتلات قطع كحد أدنى. تمام. طيب انا لو عايز اعمل السكيب ده الناحيه التانية، ماشي، بعمله مفيش مشكله. طيب ممر الرمله بحطه فين؟ بحطه هنا كده. لو انا عامل السكيب هنا بحطه هنا، تمام، بيكون فاصل ما بين القطعه التانية والقطعه التالتة. طبعا القطعه بتبقى برضو مفيش واحده فيهم اخت التانية في المقاس، تمام، ولكن لازم أن يكونوا متناسقين في الشكل. تمام كده. ادي اهوت الاجزاء بتاعتي. طيب ده دلوقتي هنفترض ان احنا بنبص على الحوض من جوه، يعني احنا شايفين ان القطعة دي كلها ده الحوض، وانا راسي من فوق ببص على الحوض من فوق. تمام كده. يبقى ده عمق الحوض، هنفترض ان هو برضو 45 سنتي، ماشي، ودوت 90 سنتي. يبقى ديت افترضنا ان هي واجهة الحوض ده، ماشي، الحتة اللي ما فيهاش ازاز، يعني اللي هو وش المية، تمام، بس من تحت. طيب انا رسمت لك دي ليه؟ المفروض ان هنا انت تكون شايف الجزء ده كله محطوط فيه التربة بتاعتك،
ماشي. سواء احنا بقى لو على السكيب اللي فات دوت هنحط الصخور مايلة من الشمال لليمين، بصة لليمين ومحطوطة في الجزء الشمال، يبقى انا بعمل في الركن ده كده في الحتة ديت اللي ورا ديت، تمام، مستويات كده لارتفاع التربة. هنا بتكون الارتفاع هنا يعني زائد 7 سنتي، خلاص، وهنا زائد 6 سنتي، وهنا زائد 5 سنتي. حلو كده. طيب القطعة دي بقى انا ببدأ ان انا هقسم هنا برضو في خيالي. الكلام دوت بيبقى في ايه؟ في الخيال اهو. بقسم الحوض اهوت، ادي تلت تلت تلت، ماشي، وادي تلت تلت تلت. خلاص كده يبقى عندي 9 مربعات. ببدأ ان انا احط الصخرة الكبيرة ديت فين؟ هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ لا، بحطها هنا. خلاص، بحطها في الجزء ده. طيب المفروض ان هي تكون المساحة اللي هنا، تمام، قد المساحة اللي هنا مرتين. يعني لو ديت 1 تبقى ديت 2 المسافة اللي هنا. يبقى انا بوسطن مش لازم تبقى هنا بالظبط، لا، لو هي القاعدة بتاعة الصخرة الكبيرة ديت او الخشبة الكبيرة اللي عندي في الاسكيب، يعني بعد ما حطيتها في المكان اللي انا شرحته ده، لقيت ان الحتة دي مثلا 10 سنتي، تمام، والحتة ديت 30، تمام كده، يبقى انا المفروض اوسطنها. خلاص، 10 وهنا 20 كده يعني. خلاص، يبقى انا لو هنا 1 يبقى هنا ايه؟ المسافة هنا 2. تمام. طيب القطعة اللي هي التانية ديت اجي احطها هنا فين؟ في الجزء دوت فين؟ بحطها في الجزء ده. تمام. طيب الجزء دوت بحطه فين؟ بحطه هنا. كويس كده. دي القطع الرئيسية بتاعتي. طيب هنا بقى انا ممكن احط هنا صخرة صغيرة، ماشي، ممكن احط هنا صخرة برضو صغيرة، تمام، ممكن احط هنا واحدة هنا في الزاوية البعيدة تكون باصة كده، ماشي، مش هتبان غير هنا، تمام. وديت الحاجات اللي هنا ديت واللي هنا واللي هنا ديت بتختفي مع الكاربت، بتبقى حجمها صغير، ممكن تختفي مع الكاربت، ممكن هنا تختفي مع النباتات الطويلة. لو انا حطيت مثلا يعني في الزاوية هنا مثلا كريبتوكرين او اي نبات متوسط الطول بيوصل مثلا ل 15 او 20 سنتي، دي طبعا هتختفي معايا، ولكن هتبقى موجودة لان هي هتبقى موجودة لازم، لان هي هتفصل لي الزاوية ديت عن الزاوية ديت. فانا ممكن احط هنا نوع من النبات وارجع احط هنا نوع من النبات، تمام. وكذلك الامر هنا، لو احنا بنحط هنا كده نوع من النبات في الحتة ديت، ماشي، وهنا الكاربت اهو بالمنظر ده اللي متظلل بالاحمر دوت الكاربت، ماشي، وادي هنا نوع وهنا نوع وهنا نوع، ماشي. وكل الخلفية ديت المفروض ان هي تكون نوع واحد او نوعين بالكتير. لو مثلا روتالا بتكون مثلا ممكن نوعين او 3 من الروتالا اللي نفس الشكل بس الالوانات مختلفة، مفيش مشكلة. ببدأ ان انا اشكل ايه ما بينهم في الجزء اللي ورا دوت، ماشي. وهنا بقى بحط ايه؟ نباتات متوسطة الطول اهو. ممكن بحط هنا نوع وهنا نوع وهنا نوع، خلاص، وادي هنا نوع تاني، تمام. دي الحاجات دي مش هتتفهم كويس غير على الطبيعة، ولكن لازم تكون انت فاهم الحاجات ديت بتتعمل ازاي والسكيب دوت بيتعمل ازاي. دي الطريقة اللي انا بشتغل بيها، تمام. زي ما احنا شفنا دلوقتي، ماشي، احنا عملنا السكيبات وعملنا الموضوع بيتشرح او بيتشاف ازاي. زي ما احنا شفنا الموضوع بيتعمل ازاي من كذا زاوية. طيب انا جبت اقل حاجة طبعا زي ما شرحنا من شوية 3 صخرات، تمام. دول اقل حاجة، ما ينفعش ابدا اقل منهم. يعني المفروض ان انت بتبتدي بعدد فردي 3 5 7 9 كده، تفضل تكبر بالعدد وتزود قطع بتاعتك لغاية اما الشكل الجمالي يبتدي يكمل ويكون شكله حلو. الاسكيبات يا جماعة ما هي الا تكون حاجة يعني بترسم عليها بقية شكل حوضك، بتحدد ملامح حوضك من دلوقتي وفي المستقبل لما تبدأ ان انت تزرعه وتبدأ تتخيل زي ما احنا شرحنا كده. احنا بنحط هنا نوع كذا ونحط هنا نوع كذا ونحط هنا نوع كذا. لو جيت بقى نركز بعد كده في الفيديوهات الجاية ان شاء الله ونبدأ نتكلم على نبات معين ان هو مثلا سرعة نموه سريعة واحتياجاته من الإضاءة 25 ليومين،
تمام، واحتياجاته من الغاز قليله، واحتياجاته من العنصر الفلاني كذا، ومكان تواجده في الحوض هنبدا ان احنا نذكره. فانت لو مش مراجع معانا الفيديوهات اللي فاتت كلها والفيديوهات اللي جايه، مش هتبدا تفهم معايا احنا بنتكلم على ايه في الفيديوهات اللي جايه. خلاص كده؟ طيب، يبقى احنا في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هنتكلم على النباتات. النبات دوت انا اوريك صورته واقول لك كل المتطلبات اللي انت محتاجها فيه، علشان كمان تعرف ان انت بعد ما تعمل الهارد سكيب بتاعك او السكيبات بتاعتك في الحوض بتاعك، تعرف ازاي تختار النبات في مكانه الصحيح. لان انا لو جيت حطيت نبات بيطول قوي قدام، تمام، هيغطي لي على كل اللي ورا. لو حطيت نبات قصير ورا مش هشوفه. فساعتها معلومة صغيرة قد كده تفرق معاك جدا في الاسكيب بتاعك. معلومة بس أخيرة هأكد عليها تاني، الاسكيب ملوش منهج أو دراسة معين انت بتمشي عليه. في ناس كتير قوي بتجتهد وتقول لك الاساسيات وتقول لك اعمل كذا حط كذا ومش عارف ايه. اللي انا شرحته لك النهارده ملوش اي علاقه خالص بسكيب معين او بشكل معين. انا بحكي لك عن سيمترية، عن ان الموضوع كده يكون اجمل. انما انت لو عملت حاجه غير كده ولقيتها حلوه معاك، كمل يا صديقي وملكش دعوه باي حد، لا بيا ولا بعقده الخواجه اللي احنا ايه بنشغل دماغنا بيها. تمام كده؟ يبقى انا طول ما انا شايف ان السكيب بتاعي اللي انا عملته ورسمته حلو، خلاص مفيش مشكله. اهم حاجه انا الحوض دوت عندي في بيتي، انا الحوض دوت انا اللي هشوفه. تمام، الصوره اللي انا هصورها له وحد غيري هيشوفها ويقول لي فيها رايه دوت ما يشغلنيش خالص. تمام، اهم حاجه يكون الحوض ده عاجبني انا بس. اشوفكم في الحلقه الجايه، سلام.